دي ال10 بتاعت الشناوي بس. دي 5 صن داونز اللي انا كنت محوشها لك، بس للاسف للاسف ماليش عين طبعا. زي ما انت شايف انا طالع كده علشان اصلا انا ماليش عين اتكلم على فرقتكم، لان الزمالك زي ما انت شايف انا لو عليا كنت عملت كمان دي كده. تلبس نقاب بقى، مش على الزمالك تلبس نقاب. مش قادر خالص، لان فعلا لعيبتنا ما بتستورش خالص، ولا في منها اي رجا يخلينا ان احنا نزيط عليكم، مع ان كانت فرصه. يعني كان فرصه ان احنا ممكن نحتفل شهر، بس ما كملناش. تحتفل بايه يا ابني؟ دي فرقه غلبتنا، انت فرقه تانية غلبت، انت تحتفل ليه وانت غلبتني؟ ما انا مش هيلك 5 لسه السنه دي برضه. ايه يا ابني في ايه؟ انتوا ذكرت السمكه دي بقى انتوا بس انتوا كنتوا شايفين نفسيكوا اساطير، فان انتوا لا الاهلي سيء، الاهلي سيء جدا، وصن داونز فرقه كوره، فرقه بيلعبوا كوره. ما هي بقى القصه قصه ان احنا لازم جوانا كده نعترف ان في غلط اكيد، ولازم المنظومه كلها غلط، ولازم نعترف ان احنا في ان فعلا دي خامه اللعيبه المصريه. وبعدين الشناوي بس لحظه بس، الشناوي شايل 10 من فرقه واحده. ده عبد المنصف بس اللي عمل كده. يعني عبد المنصف شايل كتير من الاهلي، دي مش مشكلتنا، بس يعني بس اول حارس مرمى في تاريخ الاهلي يشيل 10 تجوان من فرقه واحده. بس ده احنا ما اتكلمناش على عبد المنصف، بس ما تنساش ان انتوا قايلين ان الشناوي ده اللي في حته تانية. هو فعلا كان في حته تانية. بص هو في حته تانية، بس ما تعرفش يعني انتوا اللي طلعتوا عليه ان هو اللي في حته تانية واحسن. وبعدين هو ضامن مكانه. انا مش ما احبش الحد اللي يضمن مكانه. يعني جوزيه لما لقى عصام الحضري حس ان هو ضامن مكانه، جاب له نادر السيد. ايه اللي حصل؟ اتربى ده اللي ربى بتاع مربى. خامه اللعيبه المصريه هي دي اللي موجوده. ما ينفعش ان انت لعيبه بتديك 7 متر ان انت تعمل بيها فستان او تعمل بيها بدله 10 متر. هي دي كبرها. فلازم نعترف ان دي الخامه اللي كان كيروش وكان قبليهم كان معترف ان دي اللعيبه لا يقدر يفتح لعب مع فرق بتلعب كوره، لان دي فعلا خامه اللعيبه المصريه. احسن فرقتين في مصر الاهلي والزمالك محققين وعاملين. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات لو انت فاكر، اتكلمنا عن ان اليوم كان في يوم كل الزمالك كان بيلعب والاهلي كان بيلعب ومنتخب مصر للشباب. كل ده سيء ومن سيء لأسوأ. مفيش عندك حاجه، مفيش قاعده موجوده. لا قاعده، يعني ما دام القاعده مش موجوده والاساس مش موجود يبقى الباقي كله مهترئ. المسوارش بتاعكم اخر الموسم اللي فات فكر يلعب لغايه نهايه الموسم بالناشئين عندكم والشباب. انت شفت مستوى الشباب عندكم كان عامل ازاي؟ زياد تقريبا بس لكن فعلا احنا في مأساة، ولازم نعترف ان احنا فعلا ما عندنا. لازم كده اللي يحصل كده زلزال في الكرة المصرية كلها. نضيف. ما شفتش حد جه زي علي معلول، ولا حد جه زي بن شرقي وفرجاني ساسي او ديانج. دي اللعيبه الوحيده اللي فعلا مستواها فوق الكره المصريه حاليا. انا كزمالك انا دلوقتي ماليش ان انا ازعل. انا بعد ما شفت لقطه فيريرا في ماتش انبي وهو قاعد بيضحك ومش عارف ما يضحك يا ابني. انا مش فاهم ايه حكايه وقاعد بيعمل. هو معجب. واحده بعد اذنك. دلوقتي لما اسمه ايه ده بتاع ليفربول كلوب، لما كان شايل 7 من اسمه ده 7 من استون فيلا، كان قاعد واقف بيضحك. هو المشكله في الضحك. هو بيضحك لان مستوى اللعيبه اللي هو بيقولها لها، الخطط اللي هو بيقولها ما بتتنفذش. ماتش انبي بيضحكوا. يعني اسامه نبيه بيقول له على حاجه والتاني ده يعني لان اللعيبه عندنا مش عارفه تحضر الكوره، مش عارفه تطلع، مش عارفه. حتى ماتش الترجي اللي كسبناه ب3 كور عشوائيه، ما كانش فيه لعب. اللعيبه مش عارفه تطلع، اللعيبه مش عارفه تلعب. نقفل الكوره في مصر يا اخي. قرفتونا بجد. نقفل الكوره في مصر والله خلصان. اللعيبه مش عارفه تباص، مش عارفه تعمل تطلع بكوره. مفيش تأثير. فيريرا ضحك والمنظر كله مضحك. واي زملكاوي هياخد الامور على اعصاب. يا جماعه جمهور الاهلي والزمالك من الاخر كده لازم ياخدوا الامور بضحك جدا، وما ينفعش ان احنا نتعصب ونخسر بعض بسبب على ايه على شويه تفهيم. لان فعلا الحوار فعلا مضحك وهزلي، وما ينفعش ان احنا لما تلاقي جيل زي الجيل بتاع ابو تريكه وهاني سعيد اخلاقيا وجيل استثنائي مهاريا. ده جيل استثنائي مش هيتكرر زيه تاني. جيل حسن شحاته اللي خد 3 افريقيا ده مش هيتكرر. بس انا على شغله
انتوا بس لكن ده بيحصلش. مخضوضين من صن داونز، لكن انا بتكلم على الجماهير بتاعتنا احنا اللي واخدين الايام الموسم اللي هو موسم اللي هي فيه اشباه لعيبه واشباه اداره واشباه جهاز فني واشباه قناه. احنا في موسم استثنائي خراوي في الزمالك. 22 سنه ما خدتوش افريقيا وبتقولوا كل موسم استثنائي. احنا كل مره كنا بنقرب. صن داونز كنا في النهائي بتقرب وبتعمل ايه في الاخر؟ مش مهم بتعمل ايه في الاخر؟ رد واحد. بنخسر. معلش معلش كبيره، معلش كبيره قوي. الفيديو ده ما كانش عارف يقول لي معلش لكل الاهلاويه لكل الزملكاويه، بس عارف معلش بجد والله. عارف احنا ما عندناش كوره، احنا الكوره بتاعتنا في الحضيض. شفت ماتش النهائي بتاع السنغال وجامبيا تقريبا، العيال ما شاء الله تبارك الله عليهم. ويا ريت في كشافه في الدوري المصري. مصريه ادي عندك السنغال ما عندهاش. حققت كاس افريقيا للكبار، كاس افريقيا للمحليين، كاس افريقيا للشباب. عايز ايه تاني؟ السنغال ماشي. ده يا ابني السنه دي سيء، حتى لو خد البطوله سيء. اللعيبه اللي موجوده جواه سيئين، مش على مستوى ولا فكر النادي الاهلي. الجمهورين ما ينفعش ان احنا لا ما تزعلش، لا تزعل ولا تحط الامر على اعصابك. الامور كلها خلاص دخلت في الهزار والتوافق. بتاخد ملايين وجبلات، مش حاسين احنا الوحيدين اللي بندفع فلوس عشان نتفرج عليهم. ندفع فلوس وفي الاخر احنا اللي بيتحرق دمنا. فهي فعلا زي ما هو قال، معلش قد كده، معلش قد كده. كبيره قوي، كبيره قوي لنا كلنا، لكل المستويات. بس كده. وما يجيش حد بقى يقول لك اصل انت اهلاوي انت زملكاوي. لا يا باشا، احنا الاثنين من سيء لاسوأ، وهو القدر اللي خلى الزمالك. معلش